اسمي محمد ياسر دراغلي. من قبل الأحداث كنت أشتغل بالطباعة، طباعة علب حلويات، وعايشين مع أحلانا. بلشت الأحداث أولا، عملنا حالنا نحن وكذا شاب. هو زلمة هون بالحارة اللي أذاه الشباب كلياتها وطلع. طلعنا تقريبا شي 20 شاب، وطلعت أنا وعلاء. طلعت على بيت سحم، بعدين على عقربة، بعدين انتقلنا على الغوطة الشرقية، مليحة وزبدين ودير العصافير وهالأراني هي، لأنه بدك تحكي بالغوطة، الغوطة كتير كبيرة. قعدنا تقريبا هنيك شي سنة وأربعة أشهر. بعد هالسنة وأربعة أشهر بلشت سيادة الرئيس طلع أول عفو. نزل أخي على يلي نزل اللي هو خايف. لك طيب ليش خايف؟ أنا ليك نزلت وما صار علي شي، وسوي تسوية ومحلاني. بعد علاج طويل من عمي عزة ومن عمتي ومن أبي وأمي وعلاء خصنص، كل يوم شي 14 ساعة تليفونات على نزل وما في شي وحارتنا أمان. والله يوم من الأيام قاعد بهالبيت، فزيت لبست قلت له تعال خدني. قال وين؟ قلت له على الحاجز. قال 10 دقايق بكون عنده. شلون غيرت رأيي جوا؟ شلون حامل بارودة بوش أخي؟ أنا اجتمعت أنا وشاب رفيقي، آكل واشرب أنا وياه وما أحلاني. اجتمعت أنا وياه من يوميتها حلفت يمين بارودة ما بحملهم. قررت انزل، تميت 3 اشهر 4 اشهر قاعد. لك قوم اشتغل، ما بدي، ما عاد احمل بارودة. لك ليش؟ قل له ما عم بحسن. الكتائب اللي كانت جوا والمسلحين اللي رح نحكي بشكل عام، كل واحد بده يتبع دين. هاد وهابي، هاد سلفي، هاد صوفي، هاد شو بدكم بالعالم. كل يوم عندك صار 4 5 قتلة من كل كتيبة، ما بتعرف مين انه اللي قاتله ولا لا. خلص حملته ودفنته. عم يحكوا عن المدنية. المدنية أكتر عالم دعت علينا انه شو عم تستفاد وشو عم تساوي. خربتوا البلد، عم ترفع روسية او قناصة او مثلا اي سلاح تقيل على مين؟ على يعني على ابن بلدك بالاخير. انا سوري وهو سوري، تمام. لما كنا مع الكتائب المسلحة، لا اكلك اكل ولا شربك شرب. هلا بدك تحكي عن هدول، بدك تحكي عن اهلك، دائما اهلك ببالك. شو صاير فيهم؟ امي، ابي، اخواتي، اخي الصغير، ابي اللي صار عمره 50 سنة، بدال ما انزل عينه قاعد برا بالطرف الثاني مع المسلحين. وليش عم تحمل بارودة وتقوس على عسكري؟ عسكري له حق، عم يدافع عن ارضه. هاي اللي يعني شو بدي لك، اللي وعينا فيها. ولجنة المصالحة تبع الشاغور كتير ساعدتني، كتير كتير ساعدتني. الحجي ابو خالد يعني شو بدي لك، من برا لسانه، من برا لسانه. اللي عم يشوفني هلا من المعارضة، خليك عم تعارض لتشبع. هاي الشام شامنا، وما بتفوتها غير على جثتنا. قد ما روحنا 100 شهيد ولا مليون شهيد، سوريا حتى من سوريا والشام إلنا. ومين ما كان، مين ما كان من الطرف المعارض، مين ما كان، بإذن الله سوريا بتتم سوريا، أرض المحبة. واللي منه شيء نحن جاهزين. اللي بده يقاتل منقاتل 100 سنة و200 سنة، لأنه علمتنا الدولة نكون أخويا. علمتنا وقت نحمل سلاح ونلبس البدلة العسكرية هي شرف إلنا. الحمد لله يعني بدلة شرف. عم تطلع لحالك عسكري عم تحارب عم تقاتل، ولسه رح قاتل، وتصاوبت ولسه رح قاتل. هيك لحتى الله يعني، يا شوف النصر يا نشوف الموت، واثنين حق علينا. أرضنا. فات الغريب من الطرف المعارض بالكتائب، بلش يحكم جهاد النكاح. أنا شو ما صدقت. بلشنا نشوف بعيننا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الفتوى كل واحد يفتي شكل. لكن مشان الله يا بشر، هاي مو على اساس مدنيه وطالعين انتم من شانهم
إيه هذا عليه حق. إيه شكرا لك كتير. فرموا للزلمة بكل صراحة عادي يعني، ولا كأنه صار شي. أي واحد بيفتي. إيه بقى شلون إلك نفس أنت إنك تحمل بارودة وتقوس على عسكري وابن بلدك ويمكن يكون ابن حارتك أو أخوك؟ إيه لا بلاها. برجع لأرضي وبحارب كرمال شي عندي هدف. هلا أنا هدفي بلدي وترجع بلدي كلها كاملة بإذن الله. أما جوا شو هدفي؟ بالطرف الآخر بالكتائب جوع الناس، اقتل الناس، اظلم الناس. مو هيك تربينا. حطينا هالبارودة ونزلنا عملنا تسوية. كنا 5 شباب عم نتشاور بين بعضنا انه ننزل ما ننزل، ننزل ما ننزل. انا اعتمدت، رفيق قال لي ايه، الثالث الرابع الخامس دريت المجموعات المسلحة كتيبة. قال تركبهم هنن وطالعين على الحاجز نفرموا. الحمد لله رب العالمين، الله بعتنا كي 4000. سطحنا نحن ال5 رشوا على السيارة، كنا برا. فتنا من بين البساتين بسلاحنا، وصلنا على الحاجز. روحي ارتديت، روحي اهلا وسهلا. استغربت انا، شو اهلا وسهلا؟ ما في يعني قد ما كان انا غلطان لازم يعني اتعامل مو كل هالمعامله، نص هالمعامله بقول لك لانه ما بستاهلها. وقت شكلنا السريه شو بدي اقول لك، كنا مبسوطين لدرجه ما حدا بيتوقعها. طلعنا بهالباص بهالثلجات ومبسوطين ما احلانا. يعني كنا طالعين شو بدك، طالعين نضحك مو طالعين نحارب. على قد ما انه نفسياتنا مرتاحه، طالع كرمال هدف. ليش عم تقاتل؟ كرمال ارضي، ما بدي تفوت لهون. ولسه بقاتلك 100 سنه و200 سنه. شو ما جبتوا اسلحه وشو ما جبتوا، الشغله مو بالسلاح، الشغله بالقلب والشغله بالهدف. ونطلع ونحارب. طلعنا على عدرا، طلعنا على جوبر، طلعنا على الوادي، على مليحه. اروع من هيك ما في. عندك هدف، انت عم تقوص، عندك هدف. لك ارضي هي شلون عم تعتدي عليها وانت واحد غريب مو معروف انت منين جاي؟ قاعدين بدار العصافير. اجى شاب أه على ما اظن باكستاني. قلت له انت وين عم تحارب؟ قال لي فلسطين. قلت له وين فلسطين؟ قال هون ارض فلسطين. قلت له ايوه. لا هون سوريا مشان ما تخربي. جاي مو عرفان شو بده وغريب. مو عيب علينا نفوض غريب؟ قد ما عمل ابن بلدي، قد ما عمل بتمه شو من دمي ولحمي، ما بخلي غريب ياخد شعره منك لانه روحه باخذها. شو ما كنت عامل معي ابن بلدي. وهيك تعلمنا من سيادة الرئيس المحبة، الإخلاص، جمع الأديان. قبل ما ننزل يخوفونا، اوعكم الحواجز اوعكم. نزلنا كل أدب وكل احترام وكل. وين عايشين؟ وين شو ساويتوا بالبلد؟ بدي يطلع لهني يخربها؟ بعد منا نزل وراي 42 شاب. نزلتهم وعملت لهم تسوية أنا مع جهة معينة. شوف فكر ببكرة. تم عم حارب لننتصر، وشوف النصر. بعد منا شو بده يصير يصير، بس بدي اشوف النصر. وبعد منا شو بده يصير يصير. هذا آخر طلب عندي، إنه بس شوف النصر. لأنه راجعين على أرضنا وبدنا نفوت على أرضنا. شو ما كلفت 100 شهيد، 200 ألف شهيد، بس حنرجع لأرضنا قد ما كان. لك أرضنا شلون هي اللي عاملة اللمة. شلون بده يطلع أخونا؟
وغلطت مرة والتوبة